بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وهنعمل مع بعض النهاردة أحلى وأسهل برياني ممكن تعمليه في حياتك، وبطريقة سهلة وبمكونات ممكن تكون موجودة عندك في بيتك كلها إن شاء الله. اتفضلوا معانا، شرفونا، شوفوا تفاصيل الفيديو إن شاء الله يعجبكم وتقولوا لنا رأيكم فيه. اتفضلوا معانا. بسم الله. اول خطوه عندي في البرياني لازم احمر بصل اول حاجه عشان استخدمه في حاجات كتير وانا شغاله. حمرت البصل جوليان، انا عامله حوالي كيلو بصل عشان كميه الرز اللي عندي كبيره ما شاء الله، وفي نفس الوقت بستخدمه اكتر من خطوه. كميه عندي من بصل باقيه محمره بستخدمها لحاجات كتير زي الكشك، زي البصاره، زي الكشري المصري، وحاجات تانية كتير قوي. المهم ان انت تخزنيه بطريقه كويسه. بعد ما البصل يتحمر تسيبيه يتهوى شويه ويصفي زيته، وبعد كده على طول حطيه في كيس ثلاجه زي ما انت شايفه. بسم الله ما شاء الله، ده كان عندي بقاله فتره. تمام. هحمر البصل زي ما انتم شايفين كده ونبدا نشوف خطواتنا. كده عندي الدجاج مقطعاه، الفراخ مقطعاها قطع مربعات كبيره شويه. بعد كده ضفت فلفل رومي الوان مقطع. هحاول احط لكم كل حاجه كده على زاويه بحيث ان في النهايه المكونات كلها تكون واضحه قدامكم. كمان فلفل حار مع فلفل بلدي كده مطحونين مع بعض، ولو مش عايزه حار تقدري تلغيه، لكن هو البرياني لازم فيه حراره سنه على الاقل، يعني مش بتحب السبايس قوي لكن لازم فيه سنه حراره. عندي كمان نعناع اخضر مفروم، هاخد منه جزء بسيط عشان احتاج في بقيه الشغل جزء من النعناع. كمان حزمه كزبره خضراء مخرطاها هاخد منها نصها. هضيف كمان معلقه توم مفروم كبيره. على كميه الفراخ والخضار اللي عندي دي كوبايه زبادي واحده، تقدري تزوديها لو حابه طبعا، لكن هتزود معاك نسبه السوائل. بطل القصه البصل طبعا اللي حمرناه في الاول، هناخد منه جزء دلوقتي. اخدت حوالي تلت الكميه. كمان معلقه جنزبيل مفروم. إذا عندك بهارات جرانا مصالة او بهارات برياني مهم جدا هتستخدمي واحده منهم او الاتنين مع بعض عادي، لكن لو ما عندكيش وحابه تكوني بهارات بديله للبرياني هنعمل ايه؟ مكونات بهارات البرياني كتيرة، هكتبها لك كلها في صندوق الوصف في التفصيل، لكن الأساس اللي موجود في كل بيوتنا هتلاقيه توم وبصل بودر، وهتلاقيه جنزبيل، كزبرة وكمون، كراوية لو عندك، قرفة، قرنفل، ورق لورا، حبهان، نعناع بودر. في حاجة اسمها مية كادي بتضاف على أو بهارات كادي بتضاف على البهارات بتاعتنا. طبعا كل ده المتاح منه عندك تقدري تستخدميه، وانا زي ما قلت لك هكتب لك كل تفاصيل البهارات في صندوق الوصف. خلاص انا ضفت كده البهارات اللي عندي. انا كان عندي بهارات برياني، كمان معلقه واحده ملح لان البهارات البرياني فيها ملح، وضفت معلقتين كبار زيت. هقلب كل الخليط بتاعي بقى مع بعضه عشان اسيب الفراخ في التتبيله الجميله ديت اطول وقت ممكن. يعني لو قدرت تبيتيها بالليل في التتبيله دي يكون افضل طبعا، لكن انا علشان الوقت عندي ضيق فهسيبها حوالي نص ساعه. انا ضفت عليها دلوقتي معلقتين زيت كبار، لو زيت زيتون طبعا يكون افضل. الخليط بتاعي كله مع بعضه. طبعا لو الفراخ اللي عندك سليمه بعضمها زي الفل تشتغل بكمان وتبقى جميله جدا، لكن انا الفراخ المتاحه عندي في التوقيت ده كانت فراخ قطع زي ما انتم شايفين، ولا بعضمها بتكون احلى، بتكون اصل البرياني. هتتبلها نفس التتبيله ونفس النظام بالظبط، بس هتخلي القطع بتاعتها وانت بتقطعي صغيره، يعني مش ربع فرخه، هتخليها اقل من الربع فرخه، تقطعي مثلا على 8 مش على 4 عشان تشرب كويس قوي التتبيله بتاعتها. فعايزه وقت طويل او عايزه تكون متقطعه صغير. كده التتبيله جاهزه، هسيبها في التلاجة حوالي ساعه وبعدين ارجع اكمل وصفتي. حطيت على النار معلقتين زبده كبار ومعلقه زيت، واسيبهم يسخنوا مع بعض، وهنزل عليهم بمعلقتين توم كبار ناعمه جدا. احمر التومه لغايه ما تبقى ذهبي معايا. انزل عليها بالطماطم المقطعه، انا مقشره 3 حبات طماطم كبار ومقطعاهم ناعم جدا، مش بشراهم زي ما انتم شايفين كده، تقطيع كريهات صغيره. والطماطم لما التوم يحمر كده يديني لون ذهبي جميل، هنزل عليه على طول بالطماطم، وهشوح الطماطم كويس مع التومه عشان يتشربوا من بعض. بعد كده بقى هنزل بالفراخ بتاعتي اللي انا متبلاها بالحاجات العظمه دي وسايبينها في التلاجة. هنزل كده جزء بجزء عشان ما تسيبش ميه كتير في الطاسه بتاعتي. انا عايزه اشوح الفراخ كلها قبل ما اسيبها تستوي. هنزل بقى جزء بجزء كده لغايه ما اخلص الكميه اللي عندي كلها، واشوحها بقى تشويح كويس جدا مع الطماطم والتومه دولت. وعايز اقول لكم يا جماعه، البرياني من الحاجات اللي صحيح خطواته كتير لكن طعمه في النهايه خطير خطير بمعنى الكلمه. وبعدين لو جهزت كل الخضار بتاعك ومقطعاه من بدري، يعني تجميعه مع الفراخ والرز اسهل ما يمكن.
احنا نشوح زي ما انتم شايفين كده المكونات بتاعتنا كويس كلها، وبعدين هنسيبها بقى شويه تستوي. طبعا احنا معلين النار لغايه ما تبدا تغلي، بمجرد ما تبدا تغلي هتبدا تسيب السوائل اللي جواها. نقلبها كل شويه وهنسيبها برضو على النار لغايه ما تشرب السوائل اللي سابتها تاني كلها. حل على النار، حطيت ميه، الميه غليت بس هنزل لها معلقتين ملح. عندي كوبايتين رز بسمتي غسلتهم، ضيف معلقتين زيت كبار اكن كده بسلق مكرونه. طبعا مش هننسى كل شويه نقلب الفراخ بتاعتنا عشان ما تلزقش، هي لسه ما سابتش سوائل. يعني اذا واخداها صدمه كويسه مع الطماطم والثوم فمش هتنزل سوائل، هتعمل زي الفراخ بتاعتنا كده وهتستوي على البخار بتاعها بس. ميه غليت هنزل فيها الرز. طبعا حاطه ميه كتير، مش عيار طبخ الرز، سليق الرز زي سليق المكرونه كده، يعني لازم يتبقى عليها ميه عشان تترمي ويبقى هو مسلوق بس متاخد 3/4 سوا عشان نكمل سواه مع الخليط بتاعنا. هجيب حله تكون يا ريت ما بتلزقش وادهنها كلها زبده من كل الجوانب والقاع وكله، اطمن انها اتغلفت كويس جدا بالزبده. خلاص بعد كده بتاعي كده اتسلق بنسبة 80% او 3/4 سلقة، يعني لسه عايز يتردد، هنكمل سواه مع الخليط بتاعنا. هبدأ انزل بيه جزء منه كده في ارضية الحلة بتاعتنا، يعني هقسم الرز بتاعي على مرتين. بعد كده هضيف جزء من البصل، عشان كده البصل لازم نشتغل نصه على الاقل عشان نوزعه على الطبقات بتاعة الرز. وهضيف كمان شوية من الكزبرة الخضراء مع النعناع الاخضر. ودلوقتي بقى هضيف الحشوة بتاعتي كلها اللي هي الفراخ كلها بعد ما استوت. زي ما انتم شايفين هي على تقريبا على نفس درجة التماسك بتاعتها، غلت واستوت في نسبة بسيطة من السوائل اللي نزلتها لغاية ما شربتها كلها. وابدأ افردها كلها على وش الرز. بعد كده هجيب بقية الرز وافرده على الوش. دي الطبقة الاخرانية من الرز، عملناها طبقتين كده زي ما انتم شايفين، والحشوة في النص بتاعت الفراخ وكل التتبيلة والجمال اللي فيها. ارجع تاني احط بقية البصلة، المرة دي احط بصل بزيادة شوية عشان ده يبقى فوق بقى. انا احط بقية الكزبرة والنعناع الاخضر اللي عندي. دي معلقتين مية ورد مع 4 معالق مية، حطيت عليهم كده معلقة من اللون الطعام صفار البيض او وبسيط من الزعفران البودر لو عندك. مية ورد ومية عادية، مش بس مية عادية، مية الورد بتضيف في البرياني ريحة جميلة جدا مع البهارات جرانا مسالة اللي احنا حاطينها. كمان هو الاساسي معانا ميه الكادي، لكن ميه الورد بناخدها كبديل متاح عند اغلبنا لان ميه الكادي طبعا مش هتكون متاحه عند ناس كتير. البديل التاني اللي استخدمناه كان لون الطعام، لان الاساسي معانا هو الزعفران الحر، كان عندي قليل فضفت معاه لون طعام اصفر عشان يظبط معايا درجه اللون اللي انا عايزاها للرز. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. الملحوظه المهمه ان لو عندك بهارات برياني هتكون ممتازه جدا، لكن لاحظ ان بهارات البرياني اغلبها بتكون سبايسي جدا، فدوقيها الاول كده قبل ما تبداي تستخدميها. لما طبقت البرياني مع بعضه حطيت عليه ورق حراري او قصدير بلغه اخواتنا السعوديين، وغطيته وسبته على نار هاديه جدا جدا تقريبا 10 دقايق او لغايه ما الرز يوصل للدرجه اللي انت عايزاها من السوا. هي يا جماعه الوصفه جميله جدا جدا، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين بالف هنا وشفا لاصحابه. ويا رب تشرفوني بوجودكم معايا على القناه، تقولوا لي رايكم في كل فيديوهاتي وكل محتوى القناه، ده في حد ذاته شرف كبير جدا ليا، اتمنى ان انا انوله، واتمنى وجودكم معايا دايما على القناة. اذا كنت استحق وجودكم المشرف معايا استودعتكم الله، السلام عليكم.